خلاص هانت كلها 11 يوم، فترة بسيطة جدا ويبدأ كأس العالم وتبدأ متعة كرة القدم علشان نتفرج على الكرة الجميلة في كأس العالم. لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا على فيديو الفراعنة. الفراعنة جاهزين لكأس العالم؟ أيوة جاهزين لكأس العالم، وإن شاء الله نعمل حاجة كبيرة في كأس العالم ونفرح والشعب المصري كله يفرح بإذن الله، وده اللي نتمناه من كأس العالم. طبعا اتحاد الكرة امبارح اعلن فيديو عظمة العظمة، ولما اتحاد الكرة بتاعنا ده يعمل حاجة حلوة لازم نفرح بيها، لان ده ما يطلعش منه حاجة حلوة. الاتحاد المصري اعلن عن فيديو الفراعنة امبارح الاستعداد لكأس العالم، واعلان قائمة منتخب مصر بالطريقة الفرعونية لكأس العالم. بصراحة فيديو عظمة عظمة عظمة، حاجة عظمة العظمة، حاجة فرحت الواحد، حاجة بسيطة جدا جدا فرحت الشعب المصري، حسستنا ان احنا رايحين كأس العالم نعمل حاجة، مش رايحين نلعب 3 ماتشات ونرجع. طب يلا بينا نشوف الاختيارات اللي اختارها كابتن حسام حسن في القايمة علشان يروحوا يلعبوا كأس العالم. يا ترى الاختيارات دي مناسبة ولا لأ؟ يا ترى في لعيبة اتظلمت ولا لأ؟ يا ترى في لعيبة موجودة في القائمة ما تستحقش ان هي تنضم ولا لأ؟ هنشوف كل ده مع بعض دلوقتي. يلا بينا نبدأ بمركز حراسة المرمى. يا ترى مين هم الحراس اللي اختارهم كابتن حسام حسن لتمثيل المنتخب في كأس العالم؟ طبعا 4 حراس اختارهم كابتن حسام حسن: مصطفى شوبير من النادي الأهلي، محمد الشناوي من النادي الأهلي، مهدي سليمان من نادي الزمالك، محمد علاء من نادي الجونة. يا ترى الحراس دول هم اللي هيبقوا موجودين؟ طبعا هم اللي هيبقوا موجودين. طب احمد الشناوي بتاع بيراميدز ما راحش ليه؟ الله اعلم. ليه ما كانش يبقى الحراس مصطفى شوبير، محمد الشناوي، احمد الشناوي، مهدي سليمان؟ ليه؟ احمد الشناوي اللي عامل اداء كويس مع بيراميدز وعامل كلين شيت كتير مع بيراميدز، ليه ما ينضمش للمنتخب رغم ان هو عنده خبرة كبيرة جدا اكتر من محمد علاء المنضم حديثا للمنتخب؟ لكن دي وجهة نظر كابتن حسام حسن، وهنحترمها وهنفضل ورا المنتخب بتاعنا للآخر مهما كان مين اللي بيلعب. وطبعا كابتن حسام حسن حسب كل المصادر ان هو حاطط في دماغه ترتيب معين زي ما حضراتكم شايفين: رقم 1 مصطفى شوبير، رقم 2 محمد الشناوي، رقم 3 مهدي سليمان، رقم 4 محمد علاء. وبكده مصطفى شوبير هيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم، هو اللي هيبدأ ضربة البداية مع المنتخب في كأس العالم، إلا إذا حصل جديد إن شاء الله، ونتمنى طبعا ما يحصلش أي جديد ولا أي إصابات، وربنا يبعد الإصابات عن اللعيبة كلها عشان ندخل كأس العالم بكل قوتنا وبكل لعيبتنا إن شاء الله. محمد الشناوي طبعا هيكون بديل هو والمهدي سليمان، ونتوقع خروج محمد علاء من قائمة المباريات، لكن نتمنى التوفيق للجميع مهما كان مين اللي بيلعب. حتى لو المهدي سليمان هو اللي يلعب اساسي، احنا ورا المنتخب بتاعنا وهنشجع المنتخب بتاعنا مهما كان اي 11 لاعب بيلعبوا. احنا بنشجع المنتخب، ما بنشجعش فرق، ما بنشجعش اهلي وزمالك. دلوقتي احنا ركننا الاهلي والزمالك على جنب خلاص، ودخلنا مع المنتخب الوطني في المهمة الوطنية اللي هو فيها في كاس العالم. خلصنا مركز حراسة المرمى، ندخل على خط الدفاع. خط الدفاع اللي لازم يكون مصحصح في كأس العالم علشان ما نلبش فجأة ونلاقي نفسنا بره البطولة بعد 3 ماتشات. أول اختيار طبعا في خط الدفاع هو محمد عبد المنعم. طبعا تقول لي بقى راجع من الإصابة مش راجع من الإصابة، أصله تخين أصله رفيع، محمد عبد المنعم هيلعب يعني هيلعب، ده الوحيد اللي بيبقى مصحصح في خط الدفاع، فلا غنى عنه محمد عبد المنعم طبعا رقم 1. رقم 2 ياسر رجولة. ياسر لما تيجي تبحث عنه اكتب ياسر رجولة، ما تكتبش ياسر ابراهيم يظهر لك على طول صورته. ياسر ابراهيم لا غنى عنه في خط دفاع منتخب مصر، لاعب راجل جرينتا بيقدر يلعب، سيبك من ان هو يبقى مصحصح مش مصحصح، لاعب راجل بيلعب للتيشيرت اللي هو لابسه، فهيقدر يشيل دفاع منتخب مصر مع محمد عبد المنعم ومع باقي اللعيبه. وندخل على رامي ربيعه. طبعا رامي ربيعه نفس الكلام، لاعب جرينتا جدا في خط دفاع منتخب مصر، وهو لاعب العين الاماراتي حاليا، فهيقدر يفيد دفاع منتخب مصر جدا ان شاء الله. ونتمنى ان الثلاثه يكونوا في احسن احوالهم، ومعاهم حسام عبد المجيد. خايف منك يا حسام، خايف منك والله، بس احنا في ظهرك وبنشجعك، جماهير منتخب مصر بتشجعك، مش هدخل اهلي وزمالك.
زي ما قلت لكم ما فيهاش اهلي وزمالك، جماهير منتخب مصر ورا اللاعيبه دي، جماهير منتخب مصر ورا حسام عبد المجيد. وان شاء الله يا حسام تكون فايق وتكون في يومك وانت بتلعب، وربنا يستر من غلطاتك، لان غلطاتك الغلطه فيها بفوره يا حسام، واحنا بنلعب في كاس العالم يا حسام، ركز ابوس ايدك، خلاص ما فيهاش. احنا في كاس العالم مش عايزين نلعب الثلاث ماتشات ونرجع. على الباك اليمين محمد هاني، طبعا محمد هاني اللاعب الناشئ، طبعا مفيش غيره، طبعا كابتن حسام حسن مجبر عليه، طبعا مجبر ان هو يختاره ومجبر ان هو يلعبه، فما فيش غير ما فيش غير محمد هاني اصلا في موجود في الباك اليمين في مصر كلها. والبديل بتاعه طبعا كابتن حسام حسن واخد طارق علاء لاعب نادي زد، لكن محمد هاني مش هتكلم. طارق علاء برضو لاعب كويس، باك يمين نادي زد لاعب كويس، يقدر لو محمد هاني لا قدر الله حصل حاجة يقدر يكون متواجد ويقدر يشيل الباك اليمين ان شاء الله، وربنا يسترها من دوكو علينا يعني. ربنا يسترها من دوكو علينا، مش علينا احنا من دوكو، يعني مش عارف انا بقول ايه. الباك الشمال احمد فتوح، طبعا احمد فتوح لا غنى عنه طبعا، وكلنا شفنا اداؤه الفتره الاخيره. سيبك من اداؤه مع الزمالك، اتفرج على اداؤه مع منتخب مصر لما لعب منتخب لما قابلنا منتخب اسبانيا على ارض وسط جمهوره. فتوح كان واقف صلب في الباك الشمال، وكان قادر ان هو يدافع كويس، وكان قادر ان هو يطلع بالكوره ساعه ما كانت مصر بتطلع بالكوره في الاوقات الدقائق البسيطه اللي مصر طلعت بالكوره، كان كويس. فاحمد فتوح لا غنى عنه طبعا. والبديل بتاعه كريم حافظ، كريم حافظ لاعب كويس جدا، لاعب بيراميدز طبعا، بس في بعض الملاحظات البسيطة. كريم حافظ العرضيات كلها في ايد الحارس، يعني انا لما اتفرجت عليه في ماتش روسيا العرضيات كلها في ايد الحارس، لا لازم نظبط عرض. ده محمد هاني عمل عرضية يا باشا دوا، محمد هاني عمل عرضية دوا. فانت يا عم كريم اظبط الدنيا كده واظبط عرضية معانا، وان شاء الله خير باذن الله وتعدي الامور على خير. نتمنى طبعا ان يكون دفاع منتخب مصر مصحصح في كاس العالم. ويلا بينا ندخل على خط الوسط. يجي الاختيارات كابتن حسام حسن في خط الوسط، وده مهم جدا جدا. وطبعا طالما جبنا سيرة خط الوسط يبقى هنبدأ بمين؟ رمانة الميزان مروان عطية، خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر، اللي لابد من وجوده اساسي في اي فرقة يلعب فيها. مروان عطية المظلوم اعلاميا ومظلوم في كل حاجة، مظلوم حتى في تعليق المباريات، حتى في كل حاجة مروان عطية مظلوم. مع ان مروان عطية في الفرقة اللي هو بيلعب فيها حطه في نص الملعب، لو انت بتهاجم هيوقف لك الهجمات المرتدة اللي هتيجي عليك، ولو انت بتدافع مفيش حد هيعرف يعدي نص الملعب في وجود مروان عطية رمانة الميزان طبعا ولا غنى عنه. ونيجي بعد كده مهند لاشين، خط وسط نادي بيراميدز، مهند لاشين طبعا لا غنى عنه برضه. نفس الكلام رمانة ميزان خط وسط منتخب مصر، تقدر تدافع بمروان عطية وتقدر تدافع بمهند لاشين، الاتنين جنب بعض، انسى يا باشا، خلاص قفلتها ضبة ومفتاح. ان شاء الله مفيش حد يعرف يعدي، حتى لو كان ميسي ذات نفسه مش هيعرف يعدي. ونيجي بعد كده طبعا امام عاشور لازم يكون موجود في خط وسط منتخب مصر. امام عاشور واحد من افضل لاعبي منتخب مصر عموما ومن افضل لاعبي الدوري المصري، فلازم يكون موجود في خط وسط منتخب مصر، خصوصا في التحولات الهجومية بتاعتك. امام عاشور هيبقى فارق معاك جدا، وخصوصا ان امام عاشور بيلعب في كذا مركز، تقدر تلعبه في مركز 6، تقدر تلعبه في مركز 8، تقدر تلعبه صانع العاب، تقدر تلعبه جناح شمال، وتقدر تلعبه جناح يمين. فامام عاشور مهم جدا جدا وجوده في منتخب مصر الفترة اللي جاية وفي كاس العالم. بعد كده طبعا محمود صابر في نص الملعب، محمود صابر طبعا لاعب مهم، هو هيكون بديل مع كابتن حسام حسن، بس محمود صابر لو ينزل بس بديل وينتشنا واحدة من الشوط بتاعته يا خرابي ما اقولكوش يا جماعة، ما شاء الله عليه رجل، ما شاء الله عارفة المرمى كويس وعارفة طريقها كويس. فنتمنى من محمود صابر انه لو لعب باذن الله ينتشنا 2-3 صواريخ كده من نص الملعب، يفتح الدنيا بيهم ونشوف الدنيا فيها ايه. نيجي بعد كده طبعا اللاعب اللي من وجهة نظري انا شايف ان هو ما يستحقش التواجد مع منتخب مصر، مش علشان اهلي وزمالك، والله احنا مخرجين الاهلي والزمالك بره الحسبة، وهو نبيل عماد دونجا. عمل ايه علشان يكون متواجد مع منتخب مصر؟ نبيل عماد دونجا
من ايام ما كان في الزمالك ما كانش يستحق ان هو يكون موجود مع منتخب مصر، وحاليا موجود في الدوري السعودي الفرقة بتاعته هبطت. فاحنا هو ما يستحقش التواجد مع منتخب مصر. لكن هرجع واقول لك احنا مع اختيارات كابتن حسام حسن للاخر، وهنفضل نشجع اللعيبة للاخر. لكن نبيل عماد دونجا بالذات حتى لما نزل في ماتش روسيا الودي نزل خد انذار، اول ما نزل خد انذار على طول، لاعب مهمل في نص الملعب. نتمنى ان هو يكون في اعلى تركيزاته، يعني لو في اعلى تركيزات. احنا مع اللعيبة للاخر، ونشوف اختيارات كابتن حسام حسن للاخر. نيجي على مركز الهجوم واللعيبة اللي تحت الهجوم. نبدأ بالجناح الشمال محمود حسن تريزيجيه، هداف الدوري المصري وهداف دوري ابطال افريقيا. طبعا تريزيجيه لا غنى عنه، وتريزيجيه زمان كان شايل المنتخب هو ومحمد صلاح، وكلنا فاكرين حكاية الصعود لكأس العالم 2018. وتريزيجيه قد ايه كان ليه كان عامل مهم جدا جدا في صعود منتخب مصر لكأس العالم ساعتها، وعمل اداء كويس في كأس العالم ساعتها برضه. نتمنى ان تريزيجيه يكون في اعلى المستويات، لان تريزيجيه لما بيكون في المستوى بتاعه بيكون فارق جدا جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. ونتمنى ان هو يعمل حاجة مع منتخب مصر في كأس العالم. وفي نفس المكان موجود ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لاعب عنده مهارات كويسة، لاعب عنده ميزات كتير، لكن في عيب واحد بيمحي كل الميزات اللي عنده، وهي الأنانية. وده ظهر في ماتش روسيا الودي. إبراهيم عادل كان أناني جدا جدا، كان فيه 3 فرص نقدر نترجمهم لأهداف، وبسبب أنانية إبراهيم عادل الفرص دي ضاعت. إبراهيم عادل لازم يباصي للعيبة اللي جنبه. المنتخب كله لازم يبقى جماعي، مفيش حد يتقانا رجالة علشان تقدروا تشرفونا وترفعوا راسنا. على الناحية التانية طبعا الجناح اليمين طبعا 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 ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح الملك المصري، اللاعب اللي عليه امال كبيرة جدا 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 بانه يوصل بمصر في اعلى المراحل في كاس العالم ان شاء الله. محمد صلاح لا غنى عنه، محمد صلاح المصري طبعا لا غنى عنه. ان شاء الله يقدر يوصل بمصر لاعلى المراحل والاعلى المستويات. وطبعا موجود في نفس المكان هيثم حسن، طبعا طبعا يا باشا لا غنى عنه. هيثم حسن يعني لاعب مهاري جدا جدا جدا، الشوكولاتة اللي كانت مخفية عننا وظهرت فجأة كده. لاعب مهاري جدا، وكلنا اتفرجنا على الماتشات اللي لعبها، سواء ماتش اسبانيا سواء ماتش روسيا اللي فات. عمل بري اسيست لمحمد هاني بطريقة كويسة، كان سبب في الهدف اللي جه في ماتش روسيا. وده طبعا كان هيبقى طبعا هيبقى سبب في اللي جاي ان شاء الله، ويقدر يصنع الفارق مع منتخب مصر. وطبعا احمد السيد زيزو، احمد السيد زيزو في ليه فوائد كتيرة جدا، ان هو يقدر يلعب لك في ال3 مراكز وفي 4 مراكز كمان، جناح يمين جناح شمال صانع العاب، مركز 8 في خط الوسط. احمد السيد زيزو مميز لانه بيلعب في كذا مركز، وطبعا لا غنى عنه. وسيبك من الناس اللي بتتكلم على احمد السيد زيزو وانه ما ينفعش يكون موجود، الناس دي ما بتحبش منتخب مصر، الناس دي بيبقى هدفها هدف معين. لكن في ناس تانية محترمة لما بتسمع اسم منتخب مصر بتشجع منتخب مصر وبتشجع لعيبة منتخب مصر، وملهاش دعوة مين اللي بيلعب سواء في النادي ده او في النادي ده، المهم منتخب مصر. ونيجي لخط الهجوم، طبعا ما عندناش غير مهاجمين 2، وده حاجة كويسة. يعني في ناس تانية ما عندهاش هجوم، هو احنا طبعا النادي الاهلي. لكن منتخب مصر دلوقتي معاه مهاجمين في كاس العالم. رقم 1 عمر مرموش، طبعا مهاجم مانشستر سيتي، لازم تصنع الفارق يا عمر، لازم تسيبك من سنة الأنانية زي إبراهيم عادل. لكن عمر قادر إن هو طبعا يقدم الفارق، يعمل فارق مع منتخب مصر، ويوصل بمنتخب مصر مع محمد صلاح وتريزيجيه لأعلى المراحل إن شاء الله. وطبعا هنختم القايمة بمين؟ القايمة اتختمت بلاعب الشعب المصري كله كان نفسه انه ينضم للمنتخب المصري، الشعب المصري كله فرح بوجوده، الشعب المصري كله ساعة ماتش روسيا كان بيطالب ان هو يلعب، وهو حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة. حمزة عبد الكريم يستحق التواجد مع منتخب مصر، وان شاء الله يعمل حاجة لو لعب بإذن الله. نتمنى ان هو يكون اساسي في مباريات منتخب مصر ان شاء الله، ويقدر يقدم الفارق مع منتخب مصر، لان حمزة عبد الكريم لاعب مهم جدا جدا، ولاعب مهم وجوده مع منتخب مصر، وعنده شغف ان هو يعمل حاجة لمنتخب مصر، لان ده حلمه من زمان وحلمه اتحقق الحمد لله، وهو يستحق التواجد مع منتخب مصر.
دي كانت قائمة منتخب مصر. في لاعب واحد خرج من القائمة وهو أقطاي عبد الله مهاجم نادي انبي. طبعا مش معنى كده ان هو لاعب وحش، لا 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 لا، مهاجم مميز جدا جدا في الدوري المصري، وكلنا شفنا اداؤه في فترة في مرحلة مرحلة الصعود لمرحلة البطل يعني في الدوري المصري. فأقطاي عبد الله لاعب مميز جدا جدا جدا، لكن ان شاء الله هو ملوش نصيب دلوقتي يكون موجود مع منتخب مصر. ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون ليه نصيب انه يكون مهاجم منتخب مصر بإذن الله، ونتمنى له التوفيق دايما. اكتب لي في التعليقات لو في لاعب انت شايف من وجهة نظرك انه مظلوم. انا من وجهة نظري كنت شايف ان في لاعب لازم يكون موجود مع منتخب مصر. وجهة نظري هو محمود زلاكا، لاعب مهم جدا جدا، لكن كابتن حسام حسن ما اختاروش انه يكون موجود في القائمة مع منتخب مصر في كأس العالم. ان شاء الله نتمنى الرجاله وصلوا بالسلامه الحمد لله، امريكا الحمد لله يعني وصلوا بالسلامه. نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله نتمنى ان هم يقعدوا اطول وقت ممكن هناك ويرفعوا راسنا ويشرفونا باذن الله. كل الدعم للكابتن حسام حسن عميد الكره المصريه، كل الدعم للكابتن حسام. مستنيين منك الكتير جدا، وان شاء الله تحقق طموحات الشعب المصري وتفرح الشعب المصري، وترجعوا لنا ان شاء الله بافضل النتائج. لو وصلت لحد هنا، شكرا لوجودك ودعمك. سلام.